سعيده. تسويق بالبلدي. كل سنه طيبين. رمضان عملنا ايه في رمضان؟ مشروعات ما جبناش عشان احنا معناش رعاه ومفيش تمويل ومفيش فلوس. شوف القصه بتاعت ان انت بتستصغر نفسك دي مش صح. التسويق مش قوه ماليه، التسويق هو حقيقه واثر. الكبار من المؤسسات والجمعيات ما تبصش نفسك ليهم، لان هي بتبقى كيانات مختلفه عن الكيانات الصغيره، والكيانات الصغيره او المايكرو دورها اقوى في الشارع بتاعها، في المنطقه بتاعتها، ابن المصداقيه، ابن الاثر. دايما قلنا الراعي او الممول او المتبرع عايز يشوف نتيجه. خد الخطوه، بلاش تستصغر نفسك، وابتدي اعمل صندوق الفرحه ودور على نقطة الخير. نقطة الخير دي اللي هيتحط فيها صندوق الفرحة. صندوق الفرحة ده هيتوزعه على البقال والصيدلية وبتاع العصير، القهوة اللي جنبك، المحل اللي حواليك، كل الناس اللي عارفينك. انت هتبتدي تتوجه ليهم كجمعية عشان تقول له انا اخترتك ان انت تكون نقطة خير للتواصل ما بيننا وما بين الناس، عشان نجيب مثلا 10 هدوم او 10 اطقم للناس في العيد عشان تعيد بيها. ما تستصغرش العدد، ما تستصغرش الهدف. خلي الهدف كلنا بنسعى عليه، بالباقي كلنا نحط في صندوق الفرحه الباقي، وانت قايم من قهوه تحط الباقي فيه، وانت قايم من على المحل تجيب الباقي فيه. فقصه سهله. القصه سهله، مش لازم فلوس كتير. ابتدي باثر صغير، مش لازم اثر كبير، لان الناس برضو هتصدق الاثر الصغير. هو عايز يشوف الاثر الصغير على الاثر الكبير ماشي ازاي. مش فكره ان انت لازم تعمل ثواني، عشان احنا بنرجع راجعه كده سريعه عشان نقف في رمضان، عشان نعرف نقول برضو احنا بنعمل ايه. فالقصه دايما بما يتناسب هنعمل ما يتناسب. فما دام انت بتتكلم في ان انت عايز تعمل اثر، اعمل اثر، مش لازم فلوس. ان شاء الله 10 اطقم مش هتفرق، 5 اطقم مش هتفرق، طق، فاهم؟ ابتدي صور الكلام ده ونزل شكر للكلام ده على صفحتك، هتلاقي الناس بتحترم الموضوع ده. مهم قوي 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 ان احنا نعمل ده. مش مهم ان انت تعمل حاجه كبيره، اعمل حاجه صغيره في الاول بالبلدي.